السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الفل عليكم جميعا يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. طيب، موضوع الفيديو النهاردة يا جماعة يعتبر هو هيكون مرتبط بسلسلة المشاكل اللي ممكن الشخص اللي مسافر يتعرض لمشاكل في المطار هناك، وايه هي اللي تخليك تتفادى ان انت الضابط يحقق معاك اكتر ويتدخل في تفاصيل اكتر، وان انت تتفادى ان انت تخش معاه غرفة التحقيقات، وبالتالي ممكن لا قدر الله النتيجة توصل معاك ان انت الفيزا بتاعتك تتلغي، ويخليك تحجز كمان تيكت طيران على حسابك ويرجعك بلدك تاني، وممكن الموضوع يوصل لمنع دائم او يوصل ل10 سنين من دخول البلد دي، مع ان انت معاك فيزا ومعاك كل حاجة. طيب بصوا يا جماعة، خلينا نركز في التفاصيل شوية. دول زي أمريكا، كندا، أستراليا، إنجلترا، دول الاتحاد الأوروبي، الدول دي المطارات بتاعتها شرسة جدا جدا جدا. وفي نفس الوقت الموضوع بيكون بسيط جدا وسلس، مفيش فيه أي مشكلة. بس النهارده ركز معايا في الحاجات اللي انا هقولك عليها دي، وان شاء الله لو انت مشيت على التعليمات دي مش هيكون عندك اي مشاكل في المطار، وهتقدر عادي تخش البلد وتستمتع بالسياحة، او ايا كان غرض الفيزا بتاعتك ايه هتخش وهتعمله من غير اي مشاكل، وترجع بلدك تاني سالم غانم ان شاء الله. فركز بس في التفاصيل اللي انا هقولها دلوقتي. طيب، اول نوع فيزا انا هتكلم عليه هو النهارده هو فيزا السياحة. فيزا السياحة يا جماعة، عشان الناس بتبقى فاهمة غلط، فيزا السياحة بتسمح لك ان انت تخش على حسب المدة اللي القنصلية بتديها لك، ان انت تخش جوه، تتفسح، تزور الاماكن، تدفع فلوس من جيبك للاماكن دي وللبلد، وبعد ما تخلص المدة بتاعتك ما ينفعش تكسر بعديها بساعة، وبعديها لازم ترجع بلدك تاني. طيب تعالوا هنا يا جماعة، لازم نميز ما بين الأمور القنصلية، تمام، اللي هي بقدم الورق وكشف الحساب البنكي واستخراج الفيزا والكلام ده كله، ودخولي أراضي البلد. دخولي أراضي البلد دي هي بتبقى في إيد ضابط الإيميجريشن اللي حضرتك بتعمل معاه المقابلة في المطار بتاع البلد التانية، تمام. فكده الأمور القنصلية شيء، اللي هي بقدم كشف الحساب البنكي بتاعي والاتش ار ليتر وشهاده الميلاد وبيان القيد الفردي لو انا متجوز، ولا القيد العائلي، سوري، البيان القيد الفردي لو انا مش، لو انا شخص اعزب، والقيد العائلي لو انا شخص متزوج، الاملاك، الحاجات دي كلها دي الامور القنصليه اللي بناء عليها القنصل بيقرر شخص انت فعلا تستاهل ان انت تروح تتفسح، انت مش مشروع مهاجر، انت فعلا عندك المقومات ان انت تروح تتفسح وترجع بلدك تاني ولا لا. فحضرتك بناء عليه بتاخد الستيكر اللي هو بيتحط، الفيزا اللي هي كلنا بنحلم بيها دي بتتحط، وبعديها بتسافر. بس الفيزا دي بتسمح لك فقط دخول مطار البلد دي، مش دخول البلد نفسها. اللي في ايده ان هو يدخلك البلد ولا لا هو ضابط الاميجريشن اللي حضرتك بتقابله من الناحيه التانيه بعد ما بتطلع من مطار القاهره او مطار اسكندريه ايا يكن، المهم الوجهه التانيه بتاعتك. فبيبقى عنده اسئله، انت بتشتغل ايه، فين الكاش ماني بتاعك، فين حجز الفندق، فين حجز تيكت العودة. بيشيك على الحاجات دي كلها. الحاجات دي مؤكدة مدفوعة، طب لا معاك كاش ماني، لا معاك كريدت كارد بتاعك، بتبقى الدنيا سهلة. احنا للاسف اللي بنصعبها على نفسنا، زي ما انا حكيت لكم امبارح في الحلقه بتاعت امبارح، الشخص اللي اترحل من مطار فرنسا بسبب هو معاك فيزا يا ابني، انت معاك كل حاجه، بتكذب ليه يعني؟ راح تحاور وتقول انا راح ازور صديقي. فهو هنا دخل بقى في اسئله متشعبه اكتر. مين صاحبك؟ بيشتغل ايه؟ ساكن فين؟ القصه بتاعته ايه؟ فين ورقه؟ فين فين فين؟ دخلت نفسك في قصه، في حدوته، وانت مش فاهم اي حاجه، والشخص اللي من هناك سوحك، مع ان انت كان ممكن سهل جدا تقول ان انا معايا فيزا وجاي اتفسح، حجز الطيران العوده بتاعي اهو، حجز الفندق اهو، الكاش ماني بتاعي اهو، شكرا يا باشا، يقول لك ويلكم تو فرنس، خلاص اتفضل، مفيش مشاكل خالص. احنا للاسف اللي بنصعب على نفسنا الحاجه وبنحب نجعلص الدنيا. بصوا يا جماعه، المطارات بتاع دول الاتحاد الاوروبي، كندا، استراليا، امريكا، المطارات دي شرسه جدا، لان احنا بالنسبه لهم بيبص لنا ان انت شخص هتخش ومش هتطلع. انا دلوقتي سمحت ل10 بالدخول، في 9 منهم مش راجعين، واحد راجع. عشان كده بيتبص لك بصه تانية، وبيتم التعامل معاك بطريقه اخلاقيه، بس القانون بيكون شديد جدا. باختصار شديد، انت معاك اوراق، ورقك تمام، كاش ماني بتاعي اهو، الفنادق بتاعتي اهي، ذهاب والعودة اهو، كل حاجة تمام،
مفيش مشكلة. ممكن بس نزود على مطار أمريكا كمان بالذات دلوقتي إن إحنا بنفلتر التليفون بتاعنا كويس، بنمسح أي حاجة ليها إن هي بتدل إن أنا ليا تواصل مع أشخاص هناك وهم بيدوروا لي على شغل، أو أنا براسل أماكن وبدور على شغل هناك. الحاجات دي لازم تتمسح تماما. الفيسبوك بتاعك، تويتر، أي منصة من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وانت يعني والله مش انا اللي بقول كده يا جماعه، بس هي قوانين جديده انا لازم اقولها. ان انت بتدعم قضيه ما، طبعا انتوا فاهمين قصدي، ضد ناس معينه. الحاجات دي كلها دلوقتي للاسف في المطارات الامريكيه بيبصوا في تليفونك، وهم من حقهم يبصوا في تليفونك، يبصوا في الميل، يبصوا في الصور، يبصوا في الواتساب، يبصوا في الفيسبوك، يبصوا في الحاجات دي كلها. فالحاجة دي للأسف دلوقتي بتتحط تحت بند إن أنت كده بتمثل خطر على الأمن القومي الأمريكي. فركزوا في الحاجات اللي أنا بقول لكم عليها دي كويس جدا. ده بالنسبة لمطار زي أمريكا. الدنيا معاك تمام، هتخش مفيش مشكلة. أي تركاية هنا مش تمام، والمطارات دلوقتي شرسة جدا، ضباط الإميجريشن شرسين جدا. زائد كمان المؤسسات اللي هي زي مؤسسة ايس اللي هي عملها دونالد ترامب دي بترحل على طول، فمفيش هزار. فركز في الحاجات اللي بقولك عليها دي يا صاحبي، علشان خاطر فلوسك حرام. انت بتبقى دافع فلوس استخراج التأشيرة، فلوس استخراج الأوراق، فلوس كمان لو بتتعامل مع مكتب، زائد مواصلاتك مثلا لو انت من محافظة تانية، تذاكر الطيران، تذاكر الفندق. فحرام يبقى كل ده وفي الآخر تخش وتوصل كمان هناك وتبقى شايف امريكا بعينك، تبقى شايف دول الاتحاد الاوروبي خلاص بعينك، وتيجي هنا وترجع بتوجع قوي نفسيا. زائد كفايه كمان الخساره اللي انت تعرضت لها ماديا. فركز في الكلام اللي انا بقوله ليك ده علشان مصلحتك والله يا صاحبي. وللاسف برضه هرجع اقولها تاني، كمية الناس اللي من صناع المحتوى بيتكلموا كويس جدا في كيفية استخراج الفيزا، بس عدد قليل جدا منهم اللي بيتكلم ازاي اتفادى المشاكل اللي ممكن تحصل لي في المطار، وان انا ممكن اترحل من المطار. فللأسف الشديد الناس بتتكلم في النقطة دي بصورة قليلة جدا، وكله متطرق لحتة كيفية استخراج الفيزا. وانا من وجهة نظري انا شايف ان الموضوع اللي انا بتكلم فيه النهاردة او حتى الحلقة بتاعت امبارح لا يقل اهمية عن موضوع الفيزا، بل بالعكس. لو لا قدر الله حصل خطأ هنا هيكون خطأ كبير جدا نفسيا وماديا، اكبر من ان انا اترفض من الاول وما اخدش الفيزا اصلا. تمام يا جماعه، ده بالنسبه للدول بتاعه امريكا ودول الاتحاد الاوروبي. تعالى بقى نتكلم مثلا على دوله مثلا زي المكسيك المطارات بتاعتها من اصعب ما يكون. حاجه يا جماعه، يعني مثلا على سبيل المثال لو طياره فيها 10 مصريين ممكن يرحلوا 8 مصريين تاني، ما بيدخلوش حد. ليه؟ لان هو بالنسبه له انت شخص جاي المكسيك مش عشان تتفسح، علشان تخش بطريقة غير شرعية. وطبعا احنا ضد اي هجرة غير شرعية، وان انت تكون عايش غير قانوني في اي دولة. احنا ضد الكلام ده كله. لازم تخش بفيزا شرعية او تخش بتصريح شرعي لأي بلد. نحترم قوانين البلاد يا جماعة. فمطار زي المكسيك ده بيكون شديد الخطورة وشديد جدا 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 على كل الناس اللي بتخش، زي مثلا المصريين، العراقيين، السوريين، الأردنيين، الفلسطينيين. الناس دي طبعا باستثناء دول الخليج، السعودية، الإمارات، دول طبعا معاملة تانية. معاك باسبور أوروبي طبعا معاملة تالتة. الحاجات دي كلها. فركز في الحاجات اللي أنا بقولك عليها دي، وإن شاء الله الأمور بتاعتك هتكون سلسة. رايح، هقولها تاني يا جماعة، رايح بدعوة، يبقى معاك دعوة مكتوبة، مكتوب فيها بيانات الشخص اللي دعيك، السوشيال سيكيورتي بتاعه، بيشتغل فين، مقيم فين. وانت يكون كاتب في الدعوة دي ان هو هيستقبلك من ميعاد كذا، من تاريخ كذا لتاريخ كذا، وهو متكفل بيك. تمام. ويكون كاتب التواريخ وكاتب معلوماته معلوماتك انت، اسمك، رقم باسبورك، وهيتكفل بيك من تاريخ ده لتاريخ ده. ده بالنسبه لو انت جاي لك انفيتيشن من شخص او من شركه او من مصنع ايا يكن، بتكون هي دي المعلومات الرسميه القانونيه. ولازم تركز جدا في بيانات انا اسف في بيانات تذاكر الطيران تكون بنفس التناسق مع الانفيتيشن اللي عامله صاحبك. ما ينفعش الانفيتيشن يكون فيها تواريخ وانت ماشي بتواريخ تانية خالص. بالنسبه لتذاكر الطيران ده برضه هيعرضك للخطر بنسبه 100%، وهتترحل. ده رقم واحد. رقم اتنين، رايح بفيزا سياحة، ما فيش اي دعوة ولا اي حاجة، انت داخل تتفسح، يبقى معايا كاش ماني، تذاكر الطيران الذهاب والعودة، حجز الفنادق التلات، يكون معاك كريدت كارد يفضل طبعا.
الاربع حاجات دول يكون برضو التواريخ بتاعتهم متناسقه. ما ينفعش انا حاجز الفندق بتاعي اللي تشيك مثلا التشيك اوت بتاعي يوم 7 وتذكره العوده بتاعتي يوم 8 او 9. ده كده جنان. ركزوا يا جماعه في المواضيع دي كويس جدا، وما تسلموش نفسكم للمكاتب بس هي اللي تتحكم في الامر. راجع ورا المكتب مره واثنين وثلاثه، راجع اوراقك كويس جدا، لان دي فلوسك وده من حقك. انت دافع فلوس فلازم تاخد بيها اعلى خدمه. ما تاخدش الحاجه من المكتب ان هي خلاص ده كلام نزل من السما وانا كده تمام. ركز في الحاجات دي كويس جدا. 80% من المكاتب يا جماعه بتغلط، صدقوني والله العظيم 3. ده بالنسبه لفيز السياحه والزياره. طيب مثلا واحد جاي له عقد عمل، هنا طبعا الموضوع بيبقى في المطار اسهل بكتير جدا، مفيش مشاكل، بس ممكن تتسال اسئله. الشركه بتاعتك اسمها ايه؟ المصنع بتاعك، النادي بتاعك اسمه ايه؟ اتعرفت عليهم فين؟ هتقبض كام؟ السكن اللي هم جايبينهولك في انهي مكان؟ فلازم برضو تبقى حاجات بيزكس جدا لازم تكون عارفها. ما ينفعش مثلا الضابط في المطار يقول لك اسم الشركه اللي انت اخد عقد عمل وهتقبض منها انت مش عارفها. فيا جماعه يعني احنا اللي بنحط نفسنا في مشاكل، انا اسف يعني اعزكم الله. فلازم تبقى عارف اسم الشركه، اسم الشخص اللي اتواصلت معاه، ايه الراتب بتاعك كام، هي هتسكن فين، في حد منتظرك بره من الشركه دي ولا المصنع ولا النادي ده بره ولا لا. الحاجات البيزكس دي بتكون عارفها. بس طبعا لو انت معاك عقد عمل او فيزا عمل فبتكون المقابله كروكي جدا في المطار غير فيز السياحه والزياره. تمام. ركزوا يا جماعه في الموضوع ده كويس جدا. ما تنسوش يا جماعه اللايكات، رجاء اللايكات مؤثره معانا جدا جدا، وللاسف مش الفيديو مش بينتشر بصوره كبيره بسبب اللايكات. عايزين نشد شويه في اللايكات يا جماعه والسبسكرايب. واشوفكم بقى ان شاء الله في الفيديو الجاي، واللي عنده اي سؤال يسيبهولي في الكومنت وانا ان شاء الله هرد عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.